بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وش راكم صحباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير والصحة تاعكم لاباس. نقولكم صحة رمضانكم وتصوموا بالصحة والعافية يا رب العالمين. ان شاء الله ذنب مغفور واجر مقبول يا رب العالمين. اليوم ما جيت نشارك معكم روتيني لنهار الاول والثاني تاع رمضان، وش مائدة الافطار تاعي، وش وجدت، وش هما الاطباق اللي درتهم، وكيفاه جاز عليا نهار الاول والثاني تاع رمضان. طبعا كانت المائدة تاعي متواضعة، أطباق متواضعة يعني بسيطة، ما طيبتش ما كثرتش، لأنه العائلة تاعي أنا عندي زوجي ربي يحفظه إن شاء الله ويصونه، وبابا ما عندهم ماكلة ما ياكلوا، وأنا تاني نفس الشيء. ثم غير تقدروا تقولوا هذو اللي طيبتهم راهم بقاو هكذاك ماكلاهم ما والو. أول حاجة نبدأ بها، درت شوربة فريك تاعي كيما راكم تشوفوا. درت اللحم تاعي ودرت مع البصل والطماطيش وشوية تاع زيت، وبديت نغلي فيه، نخليه حتى يغلى مليح في القدرة تاعي. ونديرو لي زيبيس اللي راكم تشوفوا فيهم في الشاشة، راح نخليهم لكم في صندوق الوصف، مع شوية تاع الحميصة وشوية تاع معدنوس والكزبر. نغليهم كامل مع بعض مليح، ومن بعد نمرقوا القدرة تاعنا بالماء يكون سخون، ونغطيوها ونخليوها تطيب على نار قليلة، لأنه القدرة تاع الطين تحب نار قليلة. نغطيوها ونخليوها تطيب في غرضها. ومن بعد نروح نجيب فنجال تاع الحليب تاعي صغير، ندير به العبار تاعي تاع الفريك، نغسلو مليح، ومن بعد نديرو في الماء سخون ونخليه يتنفخ. ودوكي بعد ما جازت مدة على القدرة تاعي تاع الشوربة، راهو طاب اللحم تاعي والفريك تاعي راهو تنفخ في الماء السخون تاعو، راهو ضاعف الحجم تاعو. راح نفرغ الفريك تاعي في الشوربة ونخلطهم مع بعض، ونغطيهم ونخليهم يكملوا طياب مع بعض. وهنا راهي خلاص، راهي طابت معنا الشوربة تاعنا، راهو اللحم تاعنا طاب، الفريك ثاني نفس الشي راهو طاب معاها. راهي شوفوا كي راهي ما شاء الله جاية جارية، و راهي الصورة تعبر عن نفسها. راح نزيد ندير فيها هذيك الجعبة تاع الفلفل، باه تطلق لي البنة، ونخليها تغلي شوية ونطفي عليها. وفي الاخر قاعدين انايا حتى نعود راح نقدمها يعني قبل المغرب هكاك ب5 دقايق ولا. راح نزيد عليها شوية تاع نعناع مع الدرسة تاعي اللي تتكون من كزبر وثوم وكمون. ومن بعد مباشرة نمر للطبق الثاني واللي هو الخرشف. الخرشف هذا بابا يحبو توجور حاضر في الطابلة، يعني يكون ما يكونش خرشف بابا ما يستعرفش بالطابلة تاعي قاعدين. الخرشف تاعي شوف راني درت شوية تاع اللحم مع شوية تاع البصل والطماطيش، قليتهم مع بعض، ودرت هذو لي زيبيس اللي راح نخليهم لكم في صندوق الوصف، مع شوية تاع الزرودية والكزبر. والخرشف تاعي راني راح نغليه وحده في شوية تاع سكر وحبة تاع ليمون، نديرهم يتغلاو وحدهم حتى يدخلوا طياب، ومن بعد نصفيه ونديرو في المرقة. بالنسبة للمرقة تاعي راني غليت اللحم مع البصل هذاك وطماطيش ولي زيبيس مليح، ومن بعد مرقته وضفت له الزرودية وسكرت عليه حوالي 20 دقيقة ل25 دقيقة حتى طاب اللحم تاعي، يعني طاب وطابت المرقة تاعي. ومن بعد ضفت عليه الخرشف كما راكم تشوفوا معايا. نفس الشي راح نقفل عليه حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق يزيد يطيب الخرشف تاعي. وفي الاخير راني ضفت له البطاطا، انا راني مقليتهاش بابا راهو ثم عنده الكوليسترول وكما راكم شايفين من نستعملش القليان. درت البطاطا تاعي في المرقة، راني نفس الشي استقفلت عليها طابت، وعقدت المرقة تاعي. وشوفوا كيف راهي جات ما شاء الله تشهي. انا رايحه نقص عليها ونخليها الزيت تنشف شويه، وفي الاخير شوفوا كي راهي جات ما شاء الله تشهي. مباشره دوكي نمروا للطاجين الحلو، انا نقولوا طاجين الحلو ما نقولوش اللحم الحلو، لاني
ما راحش ندير فيه اللحم، على هذا الشيء راح نسميه طاجين الحلو. انا طاجين الحلو تاعي ما نحبوش يكون صفر، نحب اللون تاعو يكون معروف وما نحبوش يكون حلو بزاف. حنا بني مسين معروفين ما نحبوش حلاوه بزاف، عكس اهل الزوج تاعي في عين الحاجه اللي يحبوا الحلاوه بزاف. انا دوك هنا راني درت كيما راكم تشوفوا معايا، درت مغرفه تاع السمن، عود تاع قرفه ونجمه الارض وعواد تاع قرنفل. راح نغليهم مليح في هذاك السمن، ومن بعد راح نضيف عليهم آه عبار تاع سكر بعبار تاع فواكه مجففه بزوج عبور تاع ماء. نديرو الماء تاعي يغلي مليح مليح، ومن بعد نضيف فيه داك السكر ونخليه يغلي شويه حتى يعقد شويه هذاك يولي كسيرو. ومن بعد راح نضيف فيه الفاكهه تاعي اللي راني كنت نفختها في الماء سخون. وبعد ما جازت عليه مده وطابت الفاكهه تاعي قاعدين وتنفخت، راني ضفت له هذوك حبات التفاح اللي كنت انا مطيبتهم من قبل ومخبيتهم في الكونجيلاتور. يعني من بعد درتهم هكا يزيدوا يشربوا العسيله تاعو برك ويسخنوا معاه. ومن بعد نمروا للبوريك تاعنا. جبت حبة تاع بصل صغيرة، قطعتها مربعات صغار مع ربع صدار تاع الدجاج، غليتهم مليح مليح مع بعض وضفت لهم التوابل اللي راكم تشوفوا فيهم في الصورة. فلفل أكحل، كوري، توابل شاورما، كركم وثوم غبرة. نخلطهم كامل مع بعض ونغليو البصل والدجاج تاعنا مليح حتى يطيب الدجاج تاعنا. ومن بعد نحطهم بجيه حتى يبردوا. ومن بعد نضيف لهم حبة البطاطا تاعي اللي كنت طيبتها في الشوربة مع كمية معتبرة تاع فروماج. نخلطهم كامل مع بعض ونروحوا نشكلوا البوريك تاعنا كما راكم تشوفوا في الصورة. وانا ما راحش نقليه في الزيت، راح نقليه في المقلاة الهوائيه روبيستا اللي راكم تشوفوا فيها، اللي راهي نحات عليا الغبينه ما شاء الله. انا قبل كاع ما كنتش نستعمل الزيت لانه بابا ما يحبش القليان كما قلت لكم، الظروف الصحيه. ودوكي وليت نقلي فيها كما راكم تشوفوا، نستعملها للبوريك للفريت نحمر فيها الدجاج. والله ما شاء الله راهي مهنيتني. نتمنى تكون عند كل واحده فيكم ان شاء الله. شوفوا البوريك تاعي كي راهي حمرته ما شاء الله، جا مقرمش ومحمر بنا ما نحكي لكمش. نمروا للميني بيتزا. شوفي اختي هذه الوصفه ديريها في عينيك وغمضي عليها. جيبي رطل تاع فرينه مع ديري فيه 2 مغارف تاع لحظه، 2 مغارف تاع سكر ممسوحين ماشي معمرين بزاف، مغرفه تاع خميره. حركيهم مليح مع بعضهم حتى يندمجوا. من بعد جيبي حبه تاع بيض، تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ماشي ما كانش في الفريجدير باردة، تكون غير ما كانت محطوطة غير في الكوزينة، مع نص كاس اتاي زيت مع حوالي 2 مغارف خل، هكاك 2 مغارف خل برك. خلطيهم مليح مليح مع بعضهم وعجنيهم بالماء دافي. هي ماشي تعجنيهم خلطيهم غير بالمغرف برك، ما ديريش يدك قاعدين. وبلا ما ننساو الملح، راني كنت راح ننساه طبعا. وش كنت نقول؟ ايه خلطيهم غير بالمغرف. انا هنا راني كنت نصور بيد ونخدم بيد، يعني ما قدرتش نوري لكم كل شيء. راني رايحه نكوبي نلمها قاعدين بالمغرف ومن بعد نوري لكم كيفاه. كيما قلت لك هكا تلميها قاعدين بالمغرف. سر العجينه تاع الميني بيتزا ولا بيتزا ولا كامل تاع المملحات باه تجيك خفيفه وهشيشه ومقطنه من الداخل، لازم تخلي العجينه تاعك تتلاصق. هي ماشي يعني تتلاصق خلاص، بصح تكون هكا كي تمسيها بيدك ما تبقاش تلاصق في يدك وما تيبسيهاش. من بعد راح نجيبو مغرفه تاع سمن ندخلوها فيها، يعني بعد ما لميتها وخلاص راح نجيب مغرفه تاع سمن ندخلوها فيها ونلموها غير هكاك، ندخلوها فيها بيدينا ونغطيوها ونخليوها ترتاح ساعه كامله. كي ترتاح ساعة كاملة العجينة تاعي نهبط لها الخمور ومباشرة نروح نخدم بها. كما شفتوا أنا كان عندي كنت مقطعة البصل وفلفل وزيتون مع فرماج نابولي. أنا نخدم غير بنابولي، يعني ما نبدلوش ولا نخدم بشيدار. هاي اللي كلاصوص تاعي. انا راني ما صورتش لاصوص كامل نعرفوها سهله وما كاش اللي ما يعرفهاش. هاي كلاصوص تاعي راني درتها ودرت فوقها الفرماج ولا بصل ولا والزيتون. سر الطياب تاع الميني بيتزا لازم لك الفور تاعك يكون سخون بزاف، يعني درجة الحرارة تاعك تكون قوية. ديرها طيب من تحت ومن بعد تشعليها تحمريها من فوق.
وهاي ليكم كيفاه جات الميني بيتزا تاعي ما شاء الله. نتمنى انها تعجبكم الوصفة تاعي وتجربوها بصحتكم. ودوكا نروحو للكسرة. الكسرة انا راجلي يقبل الكسرة ما يقبلش قاع عيتين الخبز، لو كان ما تكونش الكسرة يقلب عليا الدار، سواء في رمضان ولا غير رمضان. ايوا في رمضان حاجه واحده اخرى كاع مع الشمه والدخان وهاك شايف صايمه سما راجل يكون غير احطوا لي كسره وخاطيك. شوفوا الكسره تاعي انايا راني ما درت لكمش الوصفه في فيديو واحد اخر، ان شاء الله راني ندير لكم الوصفه. الكسره تاعي انا راهي تجي ما شاء الله، تجي خفيفه ومقطنه. هاي ليكم كيفاه طيبتها، جات حمرا وتهبل يعني الله يبارك. وطيبتها على الجناب ثاني، تشوفوا كي راهي جات ما شاء الله. نتمنى انها تعجبكم. والآن وصلنا نهاية الفيديو، نتمنى أنهم يكونوا عجبوكم الوصفات تاوعي لنهار اليوم وأنكم استفدتوا منهم إن شاء الله. هاي لكم مائدة الإفطار تاعي المتواضعة، نتمنى أنها تعجبكم ونقول لكم صحة رمضانكم، واشتركوا في قناتي فضلا منكم لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله.